لو انت بتربي عصافير او اول مرة تربي عصافير، فالفيديو ده هيبقى ليك. ازاي تعرف الذكر من النتاية، ازاي تعرفهم وهم صغيرين وان شاء الله تستفادوا، ازاي ناكلهم اكل صحي، ازاي نعمل اكل مستنبت وطري، وهتشوفوا كل حاجة وباذن الله هتستفادوا. تابعونا وتشوفوا كل ده. والسلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة ومفيدة عن كل واحد نفسه يربي عصافير او حد بيربي عصافير ولكن لسه ما بيفهمش فيهم اوي. النهاردة هنتكلم معاكم عن اننا ازاي نفرق بين الذكر والنتاية الشغالين او العصفورين اللي احنا لما نيجي نشتريهم نعرف نشتريهم ازاي اتنين وما يضحكش علينا فيهم. اول حاجة هو ان احنا بنبص على الكير ده هي المنطقة اللي فوق المناخير او هي المناخير بتاع العصفور. اول حاجة الذكر البالغ الشغال هو بيكون ذكر القير بتاعه او المناخير بتاعته لونها ازرق. الازرق ده هو بيكون للذكر الكبير اللي شغال، تمام. ولو هو صغير بيكون القير بتاعه باللون الموف، وهوريكم دلوقتي صورة ليه. زي ما انتوا شايفين دلوقتي الصورة دي كده ده ذكر صغير، ولكن اللي في الفيديو ده ذكر بالغ كبير. وكمان تاني حاجة بنعرفها هي حلقة العين. حلقة العين لازم تكون الدايرة في العين كاملة ولونها أبيض، علشان نقدر نحدد إن العصفور دوت ذكر بالغ أو نتاية بالغة. تاني حاجة النتاية زي ما انتوا شايفين لون الكير بتاعها بيكون يا إما أبيض يا إما باللون البني. اللون البني ده بيكون العصفورة جاهزة ان هي خلاص ان هي في وضعية اللي هي تتزاوج وتنتج في الوضع ده، بيكون دليل على ان الهرمونات بتاعت العصفورة جاهزة للانتاج، تمام. وتاني حاجة برضو بنبص على العينين دايما هي اللي بتحدد عمر العصفور. ان الحلقة البيضاء اللي في العين زي ما انتوا بتشوفوا كده ان العصفورة دي عبارة عن فرد بالغ مش فرد صغير. تاني حاجة زي ما انتوا شايفين الذكر بيكون الكير باللون الازرق، الحلقة البيضاء قوية جدا. ونبص طبعا على فتحة المجمع اللي هي بتبقى فيها اخراء الفضلات او الاخراج. دي اهم حاجة عندنا، لازم تكون نظيفة. لازم واحنا بنشتري العصفور نتأكد ان هو صحته كويسة، ريشه سليم، ديله سليم، جسمه سليم، المنقار تمام، مفيش اي اعراض برد، مفيش اي مشاكل بالنسبة لنا اللي تخلي العصفور ناخده ويبقى تعبان. لما تيجي تشتري عصفور دايما دور على ان انت تجيب العصفور اللي نشيط في القفص، واللي هو مفيهوش اي حاجة ناقصة، سواء ضوافر او رجلين او منقار او ايا كان الجسم بتاع العصفور كله سليم، ما عندوش اي اعراض برد، مش كمشان، الريش بتاعه متستف واكنه مكوي كده وسليم، تمام. دي كده اساسيات الشراء. لو انت بتشتري عصفور ركز في الفيديو وركز في ايه، في ان انت ازاي تقدر تحدد العصفور الصح، تمام. حاجة تاني اللي هو لما تيجي تشتري العصفور، ان انت لو لقيته في وسط مجموعة عصافير والعصافير اللي في وسط المجموعة دي فيهم فرد تعبان او كمشان او في اي اعراض تعب، انت ما تشتريش من العصافير دي، لان بنسبة 90% الفرد اللي انت هتاخده هيكون اتعدى ولكن ما بيبقاش ظاهر عليه، فممكن لما تاخده الفرد يتعب منك ويموت. تاني حاجة لما بتاخد العصافير تحطهم في مكان هادي عندك في البيت، تبتدي تحط 5 نقط ليمون في المسقى علشان خاطر تقوي المناعة بتاعتهم، والعصفور لو في اي اعراض تعب او حاجة تبتدي تلحقها والعصفور يبقى صحته كويسة. نهتم بنظافة العصافير ونهتم بنظافة القفص ونهتم بنظافة المية. وان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب جدا عن ازاي نقدم المستنبت وازاي نغذي العصافير ووقت الفطام ووقت الزغاليل. وهسيبكم مع فيديو بسيط وفيه شرح ان شاء الله يفيدكم، تمام. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب ان شاء الله اكون فدتكم ما طولتش عليكم. وهسيب لكم في اخر الفيديو يعني فيديو تحفيزي لخيل العصافير. بعد ما اخلص الحلقه سيب لهم الفيديو دوت شغال علشان خاطر تقدر العصافير تتحفز من الصوت دوت وتشوف النتيجه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.